النهاردة هعمل لكم خلية النحل. هتكون قطنية وهشة جدا، هي فعلا كده زي القطن وطرية قوي، وكمان هتكون من غير بيض، من غير زبدة او زبادي او حليب. هتكون اقتصادية وصيامي، وتقدروا تحشوها اي حشوة انتوا تحبوها، لكن انا هعملها بالشوكولاتة. وبجد يعني هتدوقوا حاجة حلوة جدا. ولو بتتابعوني على الفيسبوك فبليز ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو، علشان ده اللي بيوصله لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدأ وصفة النهاردة. اول حاجة هحتاج لكوباية من المية الدافية. سامحوني لو ايدي لونها مصفر شوية او اورنج، عشان انا كنت عاملة على شعري حنة. وهحط معلقة كبيرة من السكر. هقلب الاول المية مع السكر، وبعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب تقليبة بسيطة، وهغطي الطبق ده واسيبه كده على جنب حوالي 5 دقايق او 10 دقايق عبال ما احضر الدقيق. هحتاج بقى ل4 كوبايات من الدقيق. انا استعملت الدقيق الخاص بالمعجنات، بيكون افضل لما بنيجي نعمل معجنات، او ممكن دي لكل الاغراض. هضيف على ال4 كوبايات معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح، وهضيف كمان معلقة كبيرة من السكر. هقلب المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هضيف المية بالخميرة اللي انا كنت سايباها في الاول، وهضيف عليهم ربع كوباية من الزيت النباتي. كده انا خلصت خلاص. المكونات بتاعتي سهلة وبسيطة، وبتطلع لي نتيجة ممتازة جدا من العجينة اللي بتكون طرية وهشة. هقلب الاول بالمعلقة، وبعد كده هشتغل بايدي، وهيبقى فاضل بس حاجة مية اكمل بيها العجن. فانا دلوقتي هلم بس العجينة، وهحتاج اضيف نص كوباية من المية الدافية. بس انا النص كوباية ضفتها على مرتين، يعني ضفت ربع وعجنت شوية، بعد كده ضفت ربع التاني. يعني المية اللي احنا مستعملينها في الوصفة كلها كانت كوباية ونص. الكوباية الاولانية اللي فيها الخميرة، والنص كوباية الباقي هو اللي عجنت بيه. دلوقتي طلعت العجينة من الطبق، وهحطها على الرخامة، او ممكن تستعملوا العجان لو عندكم في الوصفة دي. هعجن على الرخامة، يعني عجنة كويسة كده من حوالي 7 ل10 دقايق، لحد ما العجينة بتاعتي الاقيها لمت. هي بتكون متماسكة، يعني ماسكة نفسها قوي يعني، وكمان سطحها ناعم كده ومش بتلزق في الايد نهائي. هي بتكون متماسكة وحلوة. دلوقتي هحطها في الطبق، هغطيها واسيبها تخمر لمدة ساعتين. ولو حابين تسيبوها تخمر كمان وبعد كده تحطوها في التلاجة لحد تاني يوم، عادي جدا. انا عملت كده علشان انا كنت عجنها متأخر، فانا سبتها تخمر ساعتين بره، وبعد كده حطيتها بالتلاجة زي ما هي في الطبق. انا هنا مطلعها تاني يوم من التلاجة. العجينة كمان بيكون على فكرة نتيجتها احلى، يعني بتكون هشة اكتر وطرية اكتر، وبشتغل فيها على طول كده وهي ساقعة. انا محضره جنبي صينيه مدهونه بالزيت كويس قوي. وبالنسبه للعجينه دي انا هقسمها ل15 كوره، يعني كلهم تقريبا قد بعض في الحجم. بس علشان اقسمها صح بلفها رول كده، وابتدي ان انا اقطع، يعني عشان تكون الاحجام متقاربه من بعضيها. انا هستعمل في الحشوه معايا شوكولاته. ممكن تستعملوا اي نوع شوكولاته انتوا تحبوه. ممكن تستعملوا كمان عجوه. لو عندكم عجوة فهتضيفوا لها شوية من المية السخنة وشوية من الزيت، علشان تعرفوا تشكلوها او تكوروها. وابتدي بقى ان انا احشي كل واحدة واكورها، ومش بطبطب عليها، يعني بسيبها زي ما هي كورة كده، وبحطها على بحطها في الصينية المدهونة زيت كويس، وببتدي ارسم جنب بعض بمسافات صغيرة، عشان انا عايزاهم يبقوا شبه خلية النحل، فبتبقى المسافات بتاعتي صغيرة.
بعد ما هرصهم وقبل ما يعني ادخلهم الفرن هيخمروا حبة كمان، فقبل برضو ما اخمرهم المرة التانية هدن الوش شوية بالزيت، وبعد كده اغطيها عندي بار استرتش او بفوطة واسيبها حوالي نص ساعة بره قبل ما ادخلها الفرن. ولما باجي ادخلها الفرن بيكون سخن قبلها وعلى درجة حرارة عالية شوية، وبتدخل الفرن على درجة حرارة عالية في الرف اللي في النص، بتقعد حوالي كده ربع ساعة او شوية. بعد كده بطلعها وبدهن الوش بتاعها بحبة عسل ابيض، يعني ده عسل ابيض خففته بالمية شوية صغيرين بحيث يكون العسل هو الاكتر من المية، ده اللي بيديلها اللمعة واللون الذهبي الجميل اللي انت شفتوه في اول الفيديو. بعد كده لما ادخلها الفرن تاني مرة اوطي بقى الفرن اخليه على درجة حرارة متوسطة او هادية شوية، واشغل المروحة بتاعة الفرن علشان الحرارة تتوزع، وكمان الوش بتاع خلية النحل ياخد لون ذهبي، ورشتها بالسمسم، سمسم ابيض. وكمان لو عندكم شواية فممكن تشغلوا الشواية مع النار اللي تحت، بس يعني خلي بالكم الشواية ما تكونش نارها عالية قوي علشان الصينية برضو ما تتلسعش منكم. انا شغلت المروحة ووزعت درجة الحرارة وبقى عندي باللون الجميل الحلو ده، وبجد يعني هتاكلوا حاجة كده هشة وقطنية وحلوة قوي مع كوباية الشاي. اتمنى تجربوا وصفة النهاردة وانا متأكدة انها تعجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة وباي باي.